اهلا بيك في فلوج جديد. انا سيف امبابي وانا دلوقتي واقف قصاد قلعه يعتبر احلى قلعه في هولندا، عشان هي مش قلعه بس، لا هي قلعه وحدائق ورد. فخلينا كده يلا بينا نشوف ايه الجو هنا ونستكشف المكان هنا. وما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب والشير وتشترك في القناه بتاعه الواتس، هتلاقي اللينك تحت في الوصف. ويا ريت يا ريت تكمل الفيديو للاخر. يلا بينا نشوف بقى انا جيت هنا ازاي والطريق، وخلينا نستكشف سوا. Stood tall with my back against the wall. 10 toes down, they expected me to fall. Didn't see a soul when I sacrificed it all. Where they at now, cause I can see them when I ball. I'm going in, I'm going in, I'm going in. I got dependents who depend on me to win. Bet on myself, so I just double up again. I'm going in, I'm going in. صباح الجمال والسعادة عليك يا رب. النهاردة يوم مش عادي، النهاردة هاخدك معايا في مكان برضو مش عادي. المكان دوت هيكون بعيد شوية، ساعة ونص كده تقريبا على حدود ألمانيا. هنروح ونتفرج على القلعة ديت من أحلى قلعات اللي هنا في هولندا. النهارده اليوم هيكون جميل، الدنيا ابتدت تمطر فربنا يستر، عشان انا جايب معايا الدرون خايف بصراحة اليوم يبوظ وما اعرفش اصور بالدرون، بس لان المكان هيكون خرافي بصراحة، هيكون تحفة. خليك معايا وما تنسانيش باللايك والسبسكرايب والشير، وبرضو ما تنساش تشترك في القناة بتاعتي اللي على الواتس، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الوصف. طيب هو احنا دلوقتي وصلنا عند بنزينة ديت، نقف نفطر كده في الطريق وبعدين نكمل. طيب يلا بسم الله. دوت كرواسو محشي جبنة، خطير الصراحة. طيب احنا لسه واصلين دلوقتي حالا، لسه حاطط العربية اهوت. التذكرة بتاعة الركنة، زي ما تقول كده السايس بتاع الركنة هنا 8 يورو في اليوم. دي ايه اول حاجة كده اهوت، وبعدين تذكرة القلعة ديت 21 يورو ونص. واحنا دلوقتي في شمال جنوب هولندا، في شمال محافظة ليمبرغ. خلينا بقى نخش كده ونستكشف الجو سوا. Ben je nou tegen de bord aangebotst? Botst je nou tegen de bord aan? طيب وهي ديت بقى خريطة القلعة. فين بقى القلعة الأساسية؟ الله أعلم، هو تقريبا هي دي. بس فيها حاجات كتير وفيها ورد كتير، فخلينا بقى نستكشف بقى على الطبيعة بره الخريطة دي. ولو جيت هنا اهوت يا ريت اشتري الكروت من على النت، عشان من على النت أرخص 2 يورو. لقيت الأسعار. وهنا كده المدخل بتاع القلعة. هندخل من فوق ولا من تحت؟ من فوق ولا من تحت؟ في بابين، في باب فوق وباب تحت، ندخل انهي؟ عادي بادي. معلومة ظريفة، سنة 1993، مش بعيد قوي، البحر كان للمستوى دوت، نقيس كده هوت، كان المية لغاية هنا. و1784 كانت هنا هوت، حرفيا كان ممكن اغطس فيها.
ومش عارف سنة كام ديت، بس متشالة، بس اللي هو يعني من الآخر كده المكان دوت كان غرقان حرفيا. وديت الحاجات اللي كانوا بيستعملوها في الحرب. يا ترى في كام واحد واخد بالبلطة ديت على دماغه؟ أحلى حلة كشري أهيت موجودة. حلة كشري قدرة اللبن ولا مش قدرة مش شوية حلل. يلا بينا. يلا بينا. هاي هاي. يا ترى الفازة ديت بكم مليون؟ المكان هنا ديت يعتبر زي الصالة كده اهوت. دي الكراسي حرفيا قافلينها عشان ديت كل الحاجات ديت الحاجات الحقيقية. دي غرفة الأطفال. يا أختي كميلة بنت حلوة، ايه الحلاوة دي؟ يلا. دوت النيش، حتى في فولاند نيش. وهنا المكتب دوت، بس عاملين حركة ذكية جدا، حاطين زي شوك على الكراسي عشان محدش يقعد، يعني اللي هو من الآخر كده ما تقعدوش. دي بتاعة كان المفروض يكون فيها سجاير، شوية كتب. وشوفوا البتاع دوت، أنا اتخضيت خضة، شكله حقيقي حقيقي جدا. في هنا برضو بيانو من العصر الحجري. الدفاية، الواحد كده بيحط خشب في الدفاية ديت بقى ويقعد هنا يتدفى على الكنبة. والله روقان، روقان الروقان. انتيكات كلها. هنا بيانو برضو. هل بنعرف نلعب؟ الله، حلو ده. والمكان دوت برضو أكبر، المكان دوت أكبر بكتير. يا حلوة النجفة ديت بصراحة. وديت بقى أوضة السفرة. ايه ده؟ لا بجد المنظر تحفة تحفة يعني. عاش عاش يا هولندا. وهنا برضو بقى نيش تاني. انا مش عارف ايه البتاع دوت، بس يعني كل شوية الاقي في حتة شكله اكنك في فيلم رعب. وهنا بقى غرفة الجيمينج. هنا غرفة الجيمينج يعني ايه؟ يعني المكان اللي بيعلقوا فيه الحاجة اللي بيصطادوها، او يلعبوا مثلا بلياردو، يلعبوا شطرنج. يا سلام، الويسكي بتاعهم، الشطرنج، الكاسات. ديكور ديكور. وشايف في جوه كده شوية أسلحة، يعني بنادق خرطوش، بنادق خرطوش جوه، اللي بيصطادوا بقى بيها ايه الحاجات اللي هي اللي متعلقة دي. سلم يعني ولا الأفلام العربي القديمة. هنا طلعنا الدور اللي فوق. دولاب، مكان مفتوح، فيو تحفة الصراحة. هنا احنا دخلنا من المكان من هنا. اكتب لي تحت في التعليقات انت ايه رأيك في القلعة ديت لغاية دلوقتي، تستاهل ولا ما تستاهلش؟ اكتب لي كده بس في التعليقات بسرعة. شوفوا المنظر بتاع اللوحة ديت، يعني كأنها 3D كده اهوت، كأن اللوحة البرواز معمول على تمثال، التمثال طالع بره. انا مش عارف ايه الحجر دوت، بس الحجر ده ريحته تحفة تحفة، الريحة بجد تحفة تحفة يعني. خلينا ناخد لنا بصة كده اهوت. شوف الحجرة ديت، مش عارف هي ايه بس ريحتها تحفة.
دوت عرض تقريبا. الله الله الله، شوف الجمال ده، فن يا بابا، فن بذمتك. شوف الالوان والفن ده، اهو دوت ممكن اسميه فن. شوف بقى يا صديقي الرسمة دي مكتوب عليها السعر 5900 يورو. يعني قول لي دي تستاهل 5900 يورو ولا لا؟ بالله عليك لا تقول بصراحة. هو أنا بصراحة عايز أطلع الدور اللي فوق برضو، بس ممنوع للأسف. أطلع ولا لا؟ اكتب لي تحت في التعليقات أطلع فوق ولا لا. 100 تعليق إن أنا أطلع وهاجي هنا تاني وأطلع المكان المقفول ده. فضولي هيموتني بصراحة. أنا دلوقتي خلصت القلعة، يعني القلعة دخلتها دلوقتي واتفرجت عليها من جوه، فاحنا هنخش الجنينة بقى نشوف الجنينة عاملة ازاي. الخرم دوت يعني خرم غريب شوية. ليه؟ الخرم دوت هنا على الكوبري عشان الدنيا لما بتمطر، يعني زمان ما كانش فيه اللي هو ايه بلاعات وكده، فكانوا بيعملوا خرام في الكباري عشان المية تنزل في الترعة دي. شوفوا بقى، يعني ديت حاجة ما شفتهاش غير هنا في هولندا. في بتاعة كده اهوت هنا اهوت بتحط فيها 20 سنت وبيتنزل لك الحبوب ديت، تقوم مأكل البطة دي. وطبعا الدنيا لازم تمطر عشان احنا في هولندا. وادي هنا اهوت القلعة بس من الجنب، وهنا الحدائق. يعني هنا في مدخل للحديقة برضو، وهنا برضو في مدخل للحديقة. أنا هستنى بس المطرة دي تقف وبعدين هطير بالدرون أوريك الحديقة بقى والقلعة وكل حاجة بس من فوق. فاكرين يا جدعان الصورة اللي كانت على ويندوز اكس بي زمان بالمدخل دوت بالشجر يمين وشمال يعني المنظر دوت بجد تحفة. بسم الله ما شاء الله، بجد المنظر يفرح كده هوت. وهنا لسه في ورا حاجات تحفة، بس الحاجات ديت عايز اصورها بالدرون. بس الاول عايزين نشوف مكان نقعد فيه. طيب انا لقيت دلوقتي هنا زي دكة كده هوت هنا هوت، فانا هطلع الدرون دلوقتي واطيره وهحكي لك برضو شوية عن المكان دوت والقلعة ديت. يلا بينا. انا هوت بعمل لك باي باي، بس مش مهم انا دلوقتي. خليني اكلمك شوية عن القلعة ديت والمكان بتاعها وتاريخها. المكان ده اسمه كاستيل ارسن او قلعة ارسن، وده موجود في قرية صغيرة اسمها ارسن جنب فينلو في محافظة ليمبرغ جنوب هولندا، يعني قريب من الحدود الألمانية. يعني 10 دقايق 15 دقيقة بالكتير كده وتكون فين؟ في ألمانيا. القلعة اللي موجودة حاليا ديت اتبنت في نص كده القرن ال17، يعني عمرها حوالي 370 سنة، لكنها اتبنت فوق يعني بواقي قلاع تانية. اللي بيخلي المكان مميز مش القلعة بس، لكن كمان الحدائق الكبيرة اللي جنبها وحواليها. يعني فيها أكتر من 15 حديقة مختلفة، وبتعتبر من أجمل وأكتر حدائق الورد والنباتات تنوعا في أوروبا كلها. يعني أنت عارف، يعني حديقة كده هو في القلعة ديت فيها نباتات أكتر من أي مكان تاني في أوروبا. أنت متخيل الفكرة ديت؟ اللي بيخلي بقى المكان دوت يعني مميز، رغم أن أرسن بعيدة عن أمستردام لكنها تستاهل المشوار. لو بتحب التاريخ، الطبيعة، التصوير والأماكن الهادية، هنا هتشوف كل ده. هتشوف هولندا بشكل مختلف. قلعة قديمة، مية، حدائق، هدوء، بعيدة عن الزحمة والمدن، بعيدة عن كل حاجة، وأجمل حاجة فيها يعني الورد. خلينا نتفرج بقى على الورد دلوقتي. يا سلام على الجمال، أحلى ورد، أحلى ورد بجد. إيه الجمال ده كله؟ الله الله بجد، بسم الله ما شاء الله. في التماثيل ديت كمان، ورد أبيض. استر يا اللي بتستر. ايه ده؟ ما تلبسوا الأنسة حاجة يا جدعان، لبسوا
تماثيلكم، لبسوا تماثيلكم بعد اذنكم. بس سيبك من التماثيل العريانه ديت، مفيش احلى من الورد ده بصراحه. حاجات كده يعني تفرح الواحد وتفرح القلب. الله حلوة قوي دي. شايف اللون؟ شايف الابيض مع الاحمر مع يا سلام. بعد اذنكم ممكن تلبسوا تماثيلكم عشان بجد كده عيب، كده عيب. هو الحديقة اللي انا داخل لها ديت غريبة شوية، عشان ديت اسمها الخيرنس ماركتاين، يعني الشم والتذوق، حديقة الشم والتذوق. هنشم بقى روايح ايه. هي بصراحة الريحة تحفة. ايه ده، انا جاي اشمها لقيت نحلة بتبوسني من بقي. لا بجد المكان تحفة، بسم الله ما شاء الله. الله حلوة قوي دي، بجد حلوة قوي دي. استنى اهو، دي حلوة قوي. والله المكان دوت ينفع كوشة. شوف اهي الكنبة دي، واحد يقعد هو وخطيبته او هو ومراته وتتزوق، الورد موجود بالفعل، شوية بلالين وخلاص. هو بسم الله ما شاء الله المكان هنا بجد جمال غير طبيعي، جمال 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 غير طبيعي بجد. سيبك من ان المكان هنا يعني حلو جدا للصور، ولو انت بقى بلوجر او انت مثلا غاوي تصوير او بتحب التصوير، بس المكان حرفيا بيريح النفسية. يعني تخيل انت ماشي كده في وسط الورد ده كله وفي وسط الجمال ده كله والشمس نازلة عليك بالحلاوة ديت. يعني الدنيا كانت بتمطر من شوية وهو الشمس طلعت تاني. والله انا مبسوط. مش عارف مين اللي نسي الكاب بتاعه هنا هوت، بس ملناش دعوة. المكان بصراحة تحفة، تحفة بجد. يعني انت مش متخيل الراحة النفسية اللي أنا فيها دلوقتي. أنا أصلا يعني بقالي أسبوعين ولا أكتر من أسبوعين ما نزلتش فيديوهات، عشان ربنا وحده بس اللي عالم يعني أنا في إيه وكنت في إيه ولسه في إيه وداخل على إيه. بس مش مهم، المهم إن المكان دوت يعني بيريح الواحد. تيجي كده تستجم مع نفسك في الطبيعة، مفيش أحلى من كده. بذمتك عمرك شفت قبل كده ورد لونه برتقاني؟ اهو ورد اهوت لونه برتقاني ان شاء الله. شوف الوردة حجمها قد ايه ولونها عامل ازاي، يعني بجد ايه ده. الله، شوف الشجرة اللي هناك ديت، شجرة حلزونية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة. طيب هو انا مش عارف اذا هعيا دلوقتي ولا لا، بس يعني في ميه هنا وانا عطشان، فاحنا هنسمي وهنشرب على طول. بسم الله. طعمها ما يتشربش. شكلها مش ميه شرب. شوف بقى الجمال والابداع وكل حاجه حلوه. شوف شوف شوف، دي شجره، الشجره ديت كبيره جدا، واخدين فرع منها وعاملينه جسر، عاملينه كوبري، حرفيا شجرة. عاملين الجسر، يعني عاملين الجسر، عاملين الكوبري دوت من الشجرة. شجرة يعني شجرة حقيقية، فاهم يعني؟ دي شجرة حقيقية. شوف المنظر تحفة، المنظر بجد تحفة. شوف المنظر ده تحفة ازاي. بذمتك المنظر دوت مش بيريح النفسية وبيريح القلب؟ ايه الجمال ده، بسم الله ما شاء الله. شوف بقى الروقان، والله عايز انزل اخد غطس واقف تحت الشلال ده.
شلالاتك، في يعني قلعاتك، في حاجاتك مع اشيائك. انا كنت فاكر من شويه ان انا يعني طاير فوق السحاب، وبعدين قلت لا، ده لا يمكن يكون سحاب، ده اكيد يعني حريقه او حاجه. ايه الدخان دوت؟ ممكن حد يكون بيشيش هنا مثلا. بس طلعت زي ترعه بحيره كده هوت، وحاطين زي خراطيم. الخراطيم ديت بتطلع بخار. ايه البخار ده؟ حد يفهمني يعني لازمته ايه؟ لازمته ايه البخار ده؟ اخ. بنستكشف قلعة في هولندا، بس قلعة غريبة جدا. هي كلها يعني هي مش قلعة قديمة، بس يعتبر احلى قلعة في هولندا. احنا ممكن نعمل جولة كده، نروح كذا قلعة هنا في هولندا. يعني في قلعة كمان عايز اروحها، بس خلينا في القلعة ديت، لان ديت ابعد قلعة يعني انا فكرت ان انا اروحها. بس بصراحة مش ندمان، عشان المناظر اللي انا شفتها ديت تخلي الواحد يبقى كده مبسوط نفسيا. احلى انبساط واحلى روقان. بجد المنظر خرافي. بس ما تجيش هنا بقى القلعة ديت، ما تجيش المكان دوت وقت الهالوين. يعني لو جيت المكان دوت وقت الهالوين هتزعل من الآخر. هتزعل يعني هتزعل بطريقة مش حلوة. هتزعل بطريقة تزعلك لو جيت هنا في وقت الهالوين. هولندا ما تبقاش هولندا، والقلعة ما تبقاش قلعة لو ما فيهاش بطة. البطة جوه القلعة، ولا البطة قلعة ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجة. انا فين؟ انا مين؟ انتوا ايه؟ على فكرة محدش يركز معايا النهاردة خالص، عشان انا اصلا مطبق من امبارح ومش نايم وحالتي حالة. بس يلا اهو احنا جينا وعملنا ولسه مكملين. فما تنسانيش بقى باللايك والسبسكرايب والشير. يعني انت شايف المجهود والتعب، وساعة ونص رايح وكمان شوية ساعة ونص راجع. ده اذا يعني رجعت على طول. فادعمني بتعليقك، بلايكك، بشيرك، بسبسكرايبك، بحاجاتك، بحشتك، بكنكياتك. الورد دوت ورد ياباني. يعني الورد دوت جاي من اليابان عشان يتحط هنا في القلعة. بس شكله حلو. يعني الورد على طول بيكون واقف لفوق، دوت مقلوب لتحت. اكتب لي بقى تحت في التعليقات ايه رأيك في مناظر هولندا، وايه رأيك في القلعة ديت، وحاببني اصور ايه المرة الجاية. يعني هتكون وفرت عليا حاجات كتير. هسيب لك برضو لينك في الوصف. اللينك دوت عامل بوست، يعني زي مقال كده. هو تكتب لي تحت المقال دوت او تحت البوست دوت يعني إيه افكار. انا محتاج افكار. اكتب لي حاببني اصور ايه ولا فين ولا اي حاجه، وانا ان شاء الله ربنا يقدرني واصورها لك. ومش لازم تكون في هولندا، يعني مثلا ممكن بلجيكا، فرنسا، المانيا. انا يعتبر دلوقتي قريب جدا من المانيا. يعني انا اصلا بفكر اللي هو انزل دلوقتي واروح المانيا ونصور برضو هناك شوية. احلى حاجة برضو هنا ان المكان يعني يعتبر معمول للكل. يعني برضو في هنا شوية حاجات كده اهوت للأطفال ممكن يلعبوا فيها. أنا دلوقتي واقف هنا اهوت في المكان دوت. الحياة حلوة بس للي يفهمها. لا بس المكان تحفة. وفي الجو دوت ناخد لنا بريك صغير كده اهوت. كنت محتاج البق ده قوي. شوف ابو كرش دوت. كرشه ما شاء الله عليه. واكل ايه؟ مقضيها محشي وبتنجان ومش عارف ايه. محشي وبتنجان وبط ووز وحمام. بس شوف الناس بترميله هنا هوت فلوس، وبتتمنى حاجة، وهو بقى بمزاجه يا يحققها يا ما يحققهاش. هنغرق؟ ما غرقناش الحمد لله. انا دلوقتي حاسس ان انا حرفيا نزلت في اليابان، عشان ورايا شجر البامبو
وحاجات كده غريبة وكلمات بالصيني ولا الياباني الله أعلم، بس اللي هو يعني أنا حاسس إن أنا طلعت آسيا دلوقتي. طيب ومن قلب اليابان، لا أنا هنا في هولندا عادي، بس اللي هو يعني المنظر دوت والأشكال ديت كلها ياباني على صيني على عارف الحاجات اللي انت بتشوفها في مسلسلات الدراما اليابانية والصينية ديت، هي الحاجات ديت. بس المهم احنا كده وصلنا لنهاية الفلوج ودوت كان يعني فلوج كده غريب شوية وغريب شويتين 3 4 كده اهوت، بس مش مهم، انا مش نايم ومطبق، فخلينا نقفل الفلوج دوت ونخلص. ما تنسانيش تعمل اللايك والسبسكرايب والشير وتشترك في قناة الواتس، هتلاقي اللينك تحت في الوصف، وخش بص بصة كده على البراند بتاعي برضو. وفي نفس الوقت وانت شغال كده اكتب لي تعليق حلو، قول لي ايه رأيك في الفلوج دوت واصور لك ايه المرة الجاية. بس كده، واحب اقول لك وانهي كل حاجة، كان معك سيف امبابي من قلب هولندا. سلام.